ازيكم عاملين ايه؟ مستعدين للسنه الدراسيه الجديده؟ اكيد عارفين ان دي مش سنه عاديه. دي السنه اللي هتحدد مستقبلكم وهتحدد اذا كنتوا هتدخلوا الكليه اللي انتوا عايزينها ولا مش هتدخلوا الكليه اللي انتوا عايزينها. اكيد شايفين ان الفيديو ده متاخر، بس الحقيقه ان هو مش متاخر ولا حاجه. النهارده 6/9، يعني في اول اسبوع في شهر 9، يعني انتوا مش متاخرين. انا كنت بادئه في نص 9 وما كنتش عامله حساب للمدرسين هما بداوا امتى ولا هيخلصوا امتى، لان انا زي ما انتوا عارفين كنت اونلاين وبدات بعد ما خلصت اجازتي وصيفت ورجعت من المصيف. والنهارده جايه اكلمكم عن اهم خطوه لازم تاخدها قبل ما تبدا رحلتك للكليه اللي انت عايزها، وهي التاسيس هو المفتاح اللي هيفتح لك ابواب التفوق في كل ماده. فلو انت جد وعايز بجد تتفوق، استعد عشان الفيديو ده هيديك كل المفاتيح اللي هتفتح بيها الابواب اللي هتوصلك للكليه اللي انت عايزها. وقبل ما نبدا الفيديو، لو لسه مشتركتش في القناه اشترك في القناه واعمل لايك، ويلا بينا نبدا. خليني اقولك الحقيقه المره، وهو ان مش كل الطلاب بيفكروا في التاسيس. وهنا بنلاقي الفرق في ان اللي بيستمر في التاسيس بيلاقي نفسه في الصفوف دايما الاولى، لكن اللي بيهمل التاسيس بيعاني طول السنه. التاسيس مش حاجه اضافيه، التاسيس حاجه بتبني عليها اصلا كل المنهج طول السنه. تخيل نفسك بتبني بيت، لو الاساس ضعيف البيت من اول عاصفه هتيجي البيت هيقع. نفس الكلام، السنه دي مش هتعدي بسهوله، لكن لو بنيت الاساس كويس هتعدي بسهوله ومش هتلاقي حاجه توقفك. تخيل معايا كده ماده زي الفيزياء، معروفه بتعقيدها وصعوبتها، بس انت لو متأسس كويس في الرياضه بتاعتها من اولى وتانية هتلاقي ان المعادلات بتاعتها دي اصلا مجرد العاب بسيطه. نفس الشيء في الاحياء، لو عندك فهم للاساسيات بتاعتها والمفاهيم بتاعت السنوات اللي فاتت هتلاقي نفسك بتفهم الماده بسهوله جدا وبدون اي صعوبه، وبتفهم كمان بعمق. يعني اللي عايزه اقوله لك دلوقتي انك ما تسيبش اي حصه تاسيس بيحطها لك اي مدرس، زي مثلا مستر رضا فاروق او مستر محمد صلاح، ده في العربي. او في الاحياء زي دكتور محمد ايمن او دكتور احمد الجوهري. او في الفيزياء برضو زي دكتور كرولوس او مستر عبد المعبود، وغيرهم برضو من المدرسين في كل المواد. وخلينا نبدا باول ماده وهي الاحياء، الماده اللي بتعتمد على التراكميه في الفهم وعن المعلومات بتاعت السنين اللي فاتت، لان كل معلومه فيها مبنيه على اللي قبلها. يعني انت لو مش مؤسس كويس هتلاقي نفسك ضايع ما بين معلومات كتير ومعلومات معقده كتير. وهنا بقى بيجي دور المدرس اللي انت بتاخد معاه ان هو يأسسك كويس في الاحياء، عشان يحول الاحياء عندك بدل ما هي ماده معقده ومحتاجه حفظ كتير لمغامره ممتعه انت بتعيشها. تخيل تلاقي نفسك فاهم معلومه معقده غيرك مش فاهمها، غيرك ما تأسسش مش فاهمها. ده بسبب انك تأسست كويس، لكن لو ما تأسستش هتكون قاعد مش فاهم حاجه. وده بالظبط هيفرق معاك لما تيجي تذاكر فصل زي الدعامه والحركه او فصل بتاع التكاثر. وهنا هتحتاج انك تحب المادة، عشان لما تحب المادة هتحب انك تبدع فيها وهتحب الحصة بتاعت المستر. لكن لو محبتهاش هتكون قاعد مش حابب الحصة وقاعد كاره المادة اكتر. تاني مادة هنتكلم عنها وهي الفيزياء، عقدة الثانوية العامة، ودي اللي بتحتاج مجهود كبير في الفهم ومحتاجة عقل دقيق جدا عشان تفهمها. فنصيحتي ليكم غير انكم تسمعوا محاضرات التأسيسية بتاعت المدرس اللي بتاخدوا معاه، هي انكم تكتبوا كل حاجة وراه بيقولها في الحصص دي، لانها هتكون وتحطها في ورقة في اول الكتاب، لان هي دي هتكون مرجع ليك طول السنة. نيجي بقى للكيمياء، وان دي فيها حاجتين لازم يكونوا متساويين، هي الفهم والحفظ. ما ينفعش تيجي على الفهم، ما ينفعش تفهم من غير ما تحفظ او تحفظ من غير ما تفهم. زي مثلا في المعادلات هتبقى محتاج انك تفهم المعادله كويس جدا وتفهم النواتج بتاعتها جت ازاي عشان تعرف تحفظها. والماده دي مش ماده معادلات بس، دي ماده فهم وتحليل، بس اهم حاجه فيها المعادلات واصعب حاجه فيها المعادلات العضويه، وبالاخص لو ما كنتش عارف ازاي تكتب الصيغه الكيميائيه او مش عارف توزن المعادله صح. وهنا بقى لازم يكون في تدخل لمدرس زي مستر عبد الجواد او مستر خالد صقر، ومدرسين دول هيحولولك الكيمياء من كابوس لمتعه بتعيشها. هيخلوك تكتب المعادلات زي محترفين، وكمان هيعلموك ازاي توزن المعادله وازاي تعرف التفاعل ورا كل، وازاي تفهم العمليات ورا كل تفاعل. وبلاش تنسى الاساسيات بتاعت اولى وتانية، لان دول هيخلوك تفهم كل حاجه بتحصل في الكيمياء بتاعت السنه دي. نيجي بقى لاهم ماده واكتر ماده عليها درجات، وهي اللغه العربيه. العربي ممكن تشوفه ماده سهله، بس في الحقيقه عشان توصل فيه لاعلى الدرجات لازم تبني اساس كويس جدا في النحو، لان النحو مش مجرد قواعد، ده فهم العمق اللغه، وكل ما تعمق في فهم اللغه هتفهمها من كل جوانبها. وكمان ما تنساش المتحرر، لان هو بيشيل كميه رهيبه جدا من الدرجات، واللي مش مستعد ليه هيفقد كتير من الدرجات. فتعلم ازاي تفكر فيه بطريقه ابداعيه ومقنعه. اما في الانجليزي مفيش حاجه اهم من انك تكون متاسس كويس في الكلمات والجرامر. وحتى لو مش متأسس كويس المدرسين بيقفوا معاك وبيساعدوك وبيقولك كل حاجة انت مش متأسس فيها كويس من اول السنة. قلت لكم ان التأسيس هو الاساس اللي هتبني عليه نجاحك. دلوقتي عندكم كل المفاتيح اللي هتقدر تفتح بيها كل الابواب المقفولة وتبدأ السنة صح. بس كده اتمنى ان الفيديو يكون افادكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لايك وسبسكرايب. باي.